مشكلة حساسة جدا من أم لبنت عندها 16 سنة. بتقول أنا عندي مشكلة مع بنتي، أبوها مات من وهي 6 سنين، حاسة كأن هي الوحيدة اللي أبوها مات، على طول حزينة وعصبية، وأنا بصراحة مش كويسة معاها، على طول بنتقدها في كل حاجة عشان أسلوبها مستفز معايا. هي طيبة جدا بس مكسورة، ما بتعرفش تاخد حقها من أي حد، لو حد زعلها من أصحابها تقعد اليوم كله تعيط. أنا عايزة أقوي شخصيتها، أعمل إيه وأشيل الحزن من قلبها إزاي؟ أولا البقاء لله، وربنا يصبركوا على فراق زوج حضرتك وأبو بنتك. ثانيا بنت حضرتك اتصدمت صدمة كبيرة لما فقدت أبوها وهي عندها 6 سنين. قد يكون عندها حاجة اسمها اضطراب ما بعد الصدمة. أحيانا الواحد لما بتحصل صدمة كبيرة في حياته، سواء كان طفل أو مراهق أو حتى وهو كبير ناضج، بتحصل له شوية مشاكل نفسية بيبقى ليها علاقة بأنه مش قادر يتأقلم مع الوضع الجديد، وده شوية بيفسر كلام حضرتك إن هي حاسة كأن هي الوحيدة يعني اللي أبوها مات. حضرتك بتتعاملي مع الموضوع عادي، لكن واضح من كلامك ان تأثير الموت ده على البنت كان كبير ولسه تبعاته مستمرة لحد دلوقتي، وده عادي وبيحصل. طب اعمل ايه؟ انصح حضرتك انك توديها عند طبيبة او معالجة نفسية تشخصها وتساعدها تتأقلم مع الوضع الجديد. تاني حاجة، قلبي وجعني لما حضرتك بتقولي انا مش كويسة معاها وبنتقدها في كل حاجة عشان اسلوبها مستفز معايا. مش ده اللي بنت حضرتك محتاجاه منك يا فندم. بنت حضرتك محتاجة حب ودعم وتقوية للشخصية، زي ما بتقولي حضرتك ان شخصيتها ضعيفة وهي دلوقتي ملهاش غيرك. فلما تلاقيكي انتي بدل ما تحضنيها وتدعميها وتشوفيها لو عايزة علاج تساعديها عليه، تبقى انتي كمان عليها. مش كفاية الظروف اللي هي اتحطت فيها؟ بترجى حضرتك انك تبصلها بعين العطف شوية، وفكري ان اسلوبها المستفز ده قد يكون نابع من حاجة من اتنين: يا اما بسبب انها مش حاسة منك بالدعم الكافي اللي هي محتاجاه، ومش حاسة انك بتعبري لها عن حبك ليها بالشكل اللي هي تفهمه، فمتعصبه ومتضايقه منك فطبيعي ترد عليكي باسلوب مستفز. او الحاجه التانيه ان هي كابته مشاعر الحزن ومشاعر فقدان الاب دي جواها، مش عارفه تطلعها ولا تفرغها ولا تتعامل معاها، فبتطلع في اسلوب مش حلو واستفزاز، وممكن يبقى الاتنين مع بعض. في كل الاحوال اهم دور حضرتك تلعبيه دلوقتي انك تبقي بتدعميها وتبقي في ظهرها عشان تعوضيها قدر المستطاع عن مشاعر الحرمان بسبب فقدان ابوها، مش تبقي حضرتك والظروف عليها. لو سمحتي من فضلك قومي دلوقتي احضنيها وبوسيها، وغيري نظرتك ليها من ان هي مستفزة وبتتكلم بطريقة وحشة، لانها بنت مسكينة وحساسة وبقالها 10 سنين كابتة مشاعر الحزن والفقدان والحرمان جواها ومش عارفة تعبر عنها ازاي. وبعدين يا ستي لو هي مستفزة فحضرتك بتنتقديها طول الليل والنهار، فعلاقتكم هتبوظ. بنتك ليها مين يعلمها ويدربها ويفهمها الحياة؟ مين هيعلمها الصح من الغلط والحلال من الحرام لو أمها اللي ملهاش حد غيرها في الدنيا علاقتها بيها وحشة؟ مين هيصبر عليها ويستحملها ويساعدها لو محتاجة علاج لو ما كانش حضرتك؟ أرجوكي ما تتفهيش من مشاعرها، وساعديها وادعميها ووديها علاج لو محتاجة، وخليكي بعد ربنا سبحانه وتعالى سندها في الحياة. سلامة.